ليه مهم تقعدي مع نفسك شوية؟ أوقات كتير بنفتكر إن الحل دايماً بره، في الناس، في الكلام، في الانشغال، لكن الحقيقة إن أكتر إجابة صادقة بتطلع وإنتي قاعدة مع نفسك. القعدة مع نفسك مش وحدة ولا هروب، القعدة مع نفسك هي أول مرة تسمعي صوتك بعد ما تعود يسكت. إحنا طول اليوم بنستقبل طلبات، آراء، كلام، توقعات، كل واحد مستني منك حاجة، لحد ما توصلي لمرحلة مش عارفة انتي عايزة ايه. لما تقعدي مع نفسك شوية من غير موبايل، من غير سوشيال، من غير دوشة، هتحسي إن في صوت جواكي بيطلع بهدوء، صوت كان مستخبي. الصوت ده ممكن يقولك إنك تعبانة، أو زعلانة، أو محتاجة توقفي، أو محتاجة تبدأي من جديد. القعدة دي مش بتكسرك، القعدة دي بتفكك اللخبطة وتخلي الصورة أوضح. هتعرفي إيه اللي كان لازم يمشي من بدري، وإيه اللي كمل غصب، وإيه اللي لسه ليه مكان في حياتك. أكتر قرارات غلط بتتاخد وإحنا متلخبطين، وأكتر ندم بيجي من قرارات ما طلعتش من قلب هادي. القعدة مع نفسك بتعلمك تهدي قبل ما تردي، قبل ما تختاري، قبل ما تكملي في حاجة مش شبهك. مش مطلوب تقعدي بالساعات ولا تعملي حاجة كبيرة، 10 دقايق قعدة هادية كفاية. اقفلي الدنيا وافتحي نفسك واسألي: أنا تعبانة ليه؟ أنا مستنية إيه؟ أنا مستاهلة إيه؟ هتتفاجئي إن نفسك صادقة وعمرها ما كدبت، بس كانت مستنياكي تسمعيها. القعدة مع نفسك مش ضعف، دي شجاعة، إنك تبصي جواكي وتفهمي وتتصالحي. ولما تتصالحي مع نفسك، الدنيا كلها هتبقى أهدى وأوضح وأخف. وفي اللحظة اللي تفهمي فيها نفسك، الدنيا كلها هتبقى أوضح. ما تنسيش لايك واشتراك للقناة، واستنيني كل يوم فيديو جديد الساعة 9.